بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. عملت صينيه جلاش حلوه قوي، اقتصاديه جدا ومش مكلفه خالص يعني. وبعدين عملتها كمان عملتها بالمكسرات او بالفستق الكداب اللي انا كنت عاملاه. تمام كده. الفستق الكداب اللي انا عملته في الفيديو اللي فات وعملته قدامكم وقلت لكم ان شاء الله هعمل الحلويات، يعني هحط لها الفستق الكداب ده وهتشوفوا هيبقى شكلها حلو ازاي. وفعلا حلو قوي وجميل جدا يعني، مدي شكل حلو قوي كده لصينيه الجلاش. شايفين المنظر؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ علبة جلاش مش مكلفة يعني. علبة جلاش انا جايباها ب 12 جنيه من من واحد فطاطري في السوق، مش من يعني سوبر ماركت كبير ولا محل ولا اي حاجة من الكلام ده. هنا بقى بدأت كده اعمل الشربات الاول. 3 كوبايات سكر و3 كوبايات مية. انا بزود الشربات شوية، ممكن انت كوباية سكر كوباية مية هيعملوا لك صينية الجلاش، لان هي نص كيلو يعني مش هتحتاج شربات كتير. تمام كده حبايب قلبي. انا عملت 3 كوبايات سكر و3 كوبايات ميه، حطيتهم على النار يغلوا، وحطيت عصره ليمون. وقبل ما انزله على طول او اول ما تنزليه يعني نزلي فيه، فضي فيه كيس فانيليا، او نزلي فيه معلقه فانيليا، نص معلقه فانيليا سايله. تمام كده يعني. بس اول ما تنزليه من على النار، علشان لو حطيت الفانيليا وهو بيغلي على النار ريحه الفانيليا هتطير، فمش هيبقى فيه ريحه فانيليا خالص. عموما بقى انا كده سبت الشربات يغلي على النار، هيغلي لحد ما الاقيه تقل كده شويه. واول ما بيغلي طبعا ايه بحط له عصره ليمون، وما بقلبهوش، ما تقلبيش السكر خالص عشان ما ايه، عشان ما يسكرش معاكي. انت بتسيبيه كده لحد ما هو على نار، لحد ما هو ما السكر ما بيدوب لوحده في الميه. دي علبه الجلاش. وجبت هنا يعني مقدار نص كوبايه سمنه. هي زبده، ممكن تبقى زبدة على زيت او سمنة بس، يعني اللي موجود بقى عندك. لكن مفضلش يعني ان يكون زيت بس، مش هتبقى يعني طعمة قوي، مش هتبقى حلوة. تمام كده. هدهن بقى كده الصينية كويس، يعني هدهنها دهنة حلوة بحيث ان هي يكون فيها سمنة في قاع الصينية. تمام كده. لا هي بصراحة يعني نوع حلو جميل جدا، كل العيال بيحبوه والكبار والصغيرين، لان الجلاش حلو يعني، من الحلويات الشرقية الحلوة قوي يعني اللي تتاكل بجد. وفي نفس الوقت مش مكلفة عليكي يعني، علبة جلاش وكده كده عندك السمنة وتعملي له الشربات وبس. انا هنا بقى ايه، بدأت ان انا اخد اتنين باتنين، اتنين بس. انا كنت باخد ورقتين اتنين بس. اتنين باتنين كده، وكنت بدهنهم سمنة وبصي بقى. بطبقه كده ازاي؟ يعني لو تفتكروا بقى لما كنا في المدرسة، ايام ما كنا بنعمل مروحة الورق، لو تفتكروها كده واحنا صغيرين، كنا بنمسك كده الفرخ الورق ونكرمشه بحيث ان احنا نعمله مروحه. فانا بطبق ورقتين الجلاش، تطبيقه ناحيتي وتطبيقه كده ناحيه الصينيه زي ما انتوا ايه هتشوفوني دلوقتي. انا كنت بحاول بس ان انا يعني اخلي الجلاش يبقى قدامكم كده على طول، عشان تبقوا واخدين بالكم انا بطبقه ازاي. انا بدهن سمنه الاول، يعني انا بدهن الجلاش الاول سمنه. مش لازم بقى ورقة ورقة، هو انا كده هعمل ورقتين اتنين، فمش لازم ان انا ادهن الورقتين. هو انا دهنت بس الورقتين من على الوش كده، وبطبق بقى تطبيقة يمين وتطبيقة شمال، يعني تطبيقة ناحية او تطبيقة ناحيتي وتطبيقة ناحية الصينية، بحيث ان انا ببقى عاملاها فعلا زي المروحة. تمام. وبرصهم بقى كده جنب بعض، ما تكبسوهمش قوي وما تفرفطوهمش عن بعض خالص يعني. تمام كده حبايب قلبي. يعني انا كنت قصده بس ان انا ايه، يعني اطول شويه في رص الجلاش بحيث ان انتوا تشوفوا انا بطبقه ازاي او برصه ازاي يعني، هتبقى سهله معاكم خالص. انا بفرد الورقتين كده، بدهنهم سمنه. انا شايفه ان الافضل ان انا ادهنه سمنه، مش ايه، مش هرصه وبعدين احط سمنه على وشه، لا، عشان ابقى متاكده ان السمنه كده جواه. انت لو حطيتي السمنه ولقيتيها كتيره بتصفيه بعد ما ايه، بعد ما بتطلعيه من الفرن. لكن لو السمنه معقوله، انا حطيت السمنه المعقوله اللي هي ايه يعني سوت الجلاش ويبقى برضو طري وحلو يعني. تمام كده.
بدهن بقى سمنه زي ما انتم شايفين، واطبق بقى تطبيقه ناحيتي وتطبيقه ناحيه الصينيه، تطبيقه ناحيتي وتطبيقه ناحيه الصينيه، وهكذا لحد ما بخلصها وبتبقى مكرمشه كده. وهوريكم جزء كده انا صورته ودخلته وركبته في الفيديو ده عشان اوريكم هي بتبقى التوريقه ازاي، وبتبقى شكل الجلاش بيبقى شكله عامل ازاي. بيبقى بصراحه روعه والله. صينيه الجلاش بالطريقه دي حلوه قوي. انا لقيتها احلى من الصوابع واحلى من المثلثات واحلى من اللي هي الجلاش اللي بيبقى مربعات. حلوه جميله عجبتني. انا كنت شفت حد عملها فقلت طب انا هعملها ايه طالما حلوه كده. وتنسوا بقى لو مش مشتركين في القناه وبتتفرجوا عليا ما تنسوش تدخلوا تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان تشوفوا تجيلكم اي اشعارات وتشوفوا الفيديوهات اللي انا بنزلها. ويا ريت تحطوا لي لايك وتعملوا مشاركه للفيديو. تمام حبايب قلبي. يبقى انا كده ايه انا كده الشربات على النار بخليه لحد ما يتقل. تمام. طبعا انا بعد ما بحط السكر والميه وبحطه على النار واول ما بيغلي بروح عصره كده بتاع يعني ايه بتاع مثلا نص معلقه ليمون، عصير ليمون بضيفها له، وبضيف كيس فانيليا الاخر بقى. وانا ايه خلاص كده الشربات خلاص هنزله من على النار، بضيف كيس فانيليا او نص معلقه او نص معلقه فانيليا سايله يعني. تمام حبايب قلبي. يبقى انا كده ايه باخد بقى ورقتين جلاش اتنين بس بدهنهم سمنه وابدا بقى ان انا اكرمش في الورقه، اطبق فيها تطبيقه يمين تطبيقه شمال او تطبيقه كده وتطبيقه كده عكس يعني ايه يعني الاتنين عكس بعض كده. فايه بتطلع معايا زي نظام المروحه. سويتها بقى في الفرن على درجه حراره 160 او 170 درجه على الرف الوسطاني. طبعا بتحمر من تحت فبروح مولعه الشوايه. تمام كده. طلعتها بقى لما ايه لما هديت كده صينيه الجلاش. يعني ايه مش هديت بقى بردت خالص يعني، لا انا طلعتها كده هديت شويه. الشربات برضو كان سخن ورحت ايه ضايفه عليها الشربات. ضفت عليها الشربات بقى وبدات اقطعها. لو انت حابه تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن براحتك. انا قطعتها بعد ما طلعتها من الفرن. انا كنت حابه ان انا كنت عايزه اشوف شكلها كده من غير تقطيع يعني. انا كنت عايزه اشوف شكل الصينيه كده الجلاش كده وانا ايه بعد ما اطلعه من الفرن. ده بقى الفستق الكداب اللي انا عاملاه. الفستق الكداب اللي انا عملته في الفيديو اللي قبل ده. يا ريت تشوفوه وتشوفوا انا عملته ازاي بربع كيلو سوداني. يا رب الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم حطوا لي لايك واعملوا شير للفيديو. تمام. ولو مش مشتركه ادخلي اعملي لي اشتراك. نوع حلو اقتصادي وتكلفته بسيطة مش هكلفك خالص. ودي احنا استخدمنا ايه الفستق الكداب اللي انا عملته.